الوحش في انتظار الرئيس الأمريكي المنتخب. فمع تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ستكون بانتظاره سيارة الرئاسة الجديدة المصممة من قبل جنرال موتور، والتي تحمل لقب الوحش. السيارة يبلغ وزنها 8 أطنان، تحمل مزايا جديدة وفريدة، وهو ما رفع تكلفتها إلى $1.5 مليون. السيارة عبارة عن ثكنة عسكرية متنقلة، فهي مصفحة مثل المدرعات والدبابات، فيها بنادق حربية، قاذفان للغاز المسيل للدموع إذا ما تجمهر غاضبون حولها، كما أن أسفل هيكلها مصفح بحاجز معدني يقيها من أي انفجار مفاجئ تحتها. وتسير على إطارات طراز كيفلر مضادة للرصاص والقذائف، ونوافذها من زجاج سميك مضاد للرصاص لا تفتح باستثناء نافذة سائقها. أما أبوابها فيبلغ سماكة الواحد منها 20 سنتيمترا، وهي كافية لصد الرصاص ومعظم القذائف المعادية، فالواحد منها بضخامة باب طائرة بوينغ 747. أما خزان الوقود فهو مصفح أيضا، ويحتوي على نوع معين من الرغوة التي تمنع انفجاره حتى لو تم استهدافه مباشرة. من الداخل تتميز بمقاعد واسعة، ويمكن اعتبار السيارة نموذجا مصغرا ومتنقلا عن البيت الأبيض، فهي مزودة بأنظمة إلكترونية وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان إبقاء الرئيس الأمريكي على اتصال بالعالم الخارجي تحت أي ظرف. تحتوي على بنك دم خاص من فئة دم الرئيس ترامب للاستخدام في حالة التعرض لإصابات، عندها يتحول سائقها المدرب على الإسعافات الأولية إلى ممرض يقوم بالمطلوب السريع انتظارا للنجدة الأكبر.